انا احسان، انا البنت الوحيده عند والديا. بابا كان استاذ وماما كانت ربة بيت. الحمد لله عشت طفوله زوينه. والديا كانوا قابليني وكانوا مركزين على دراستي انني نكون متفوقه فيها. الحمد لله هادشي اللي كان حتى وصلت للباك. انا ما كانوش عندي صحابات، كانت ماما هي صاحبتي. ما كنتش كنتذكر انه كانت عندي شي مره شي صاحبه. في الباك كنتعرف على واحد البنت اللي كانت كتسكن حدا الليسي فين تنقراو. ماماها كانت كوافوره، عندها صالون في نفس الدار اللي تيسكنوا فيها، وكانت عايشه غير هي وماما. هاد البنت هذه كانت انطوائيه، كلشي تعرفها، ما كانت كتهضر مع حتى شي واحد الا انا. كانت كتجي تسولني مره على شي حاجه لا ما فهمتهاش، وكانت مسكينه دراستها ومستواها الدراسي على قد الحال. المهم كدير مجهود ودريه نقيه ودرويشه. ارتحيت ليها، ولينا كان نتجمعوا انا وياها، كان بريباريو للباك. عرفت على دارنا وعجباتهم، دريه نقيه. المشكل اللي كان عند هاد البنت انها كانت عندها شي عقده في حياتها، حسب ما عودت ليا غتكون عقده ديال الاب ديالها اللي كانت تخلى عليها وهي صغيره، يعني ما تيسولش عليها وعايشه غير هي وماما. المهم كنت نحن فيها وتنقول ما عندها حتى شي واحد، وحتى انا ما عنديش خواتاتي، يعني درتها بحال اختي. وليت كنعاونها في المواد اللي عندها نقص فيهم، وكنراجعوا انا وياها اونصومبل. واخا ما كانت كتفيدني بتا شي حاجه، انا اللي كنت كنساعدها وانا اللي كنت كنعاونها في المراجعه. الحمد لله ندوزنا الامتحان، وكما العاده نجحت بمعدل زوين. ايمان اللي هي صاحبتي نجحت بمعدل اللي هو مقبول انها تدوز وتاخذ الباك ديالها، ولكن الحمد لله انها جابت الباك وما غتعاودش. فرحنا ونشطنا وفرحنا والدينا، وحتى الليسي دار لنا واحد الحفله لصحاب البكالوريا مع والديهم، وفرحوا بينا وفرقوا الجوائز للمتفوقين، ومن بعد كل واحد دفع المعهد ولا الكليه اللي غادي يكمل فيها. المعدل ديالي اهلني انني تقبلت مجموعه من المعاهد والكليات، من بينهم الطب ولا الهندسه اللي كانت متردده بيناتهم في مدينه كازا. يعني خصني نمشي لمدينه اخرى باش نكمل الدراسه الجامعيه ديالي. بطبيعه الحال والديا ما كانش عندهم حتى مشكل، حنا كنا ساكنين في مدينه اكادير وغنمشي لمدينه كازا. ولكن ايمان صاحبتي هنا غيبدا المشكل بيني وبينها، حيت كانت رافضه تماما انني نخليها ونمشي نتسجل في كليه اخرى، وطلبت مني انني نبقى معاها في نفس الكليه اللي عندنا في مدينتنا. حاولت معايا مامات ايمان حتى هي، وطلبت مني ندير شي تخصص في الجامعه اللي عندنا في اكادير، ولكن بطبيعه الحال غنرفض، حيت صافي رسمت واحد الطريق اللي خصني نمشي فيها، وكنت متردده غير واش ندير كليه الهندسه، نمشي نتسجل في كليه الهندسه ولا كليه الطب. المهم ايمان ما عجبهاش الحال، لا هي لا ماما، وقطعوا عليا وما بقاوش كيجاوبوني وما بقاوش كيهضروا معايا. واخا ما فهمتش علاش داروا هادشي. المهم اختاريت ندير الهندسه، سجلت
وصل الوقت اللي غنمشي فيه للمدينه اللي غنكمل فيها قرايتي اللي هي كازا. واخا علاقتي تقطعات بايمان وماماها ونسيتهم، مشات معايا ماما وبابا وقادوا لي اموري وبقاو معايا واحد الاسبوع. من بعد وصاو عليا الناس اللي كنت كاري عندهم واحد شقه صغيره في الطابق السفلي، والاهم ان هاد الدار كانت قريبه ليا المعهد. والحمد لله دوزت الشهر الاول مزيان، عجبني الحال، كانت اموري في الدراسه غاديه مزيان، الحمد لله كنت مرتاحه. من بعد غتبدا توقع معايا شي حوايج، شي امور غريبه. مجرد ما كنعس تنحس بشي حد تيخنقني، ما تنقدرش نتنفس. وحتى الا حاولت وقريت القران ونعست تنفيق تلقى راسي تنغوت وتنبكي. وهذا الشيء بدا كيزيد نهار على نهار، لدرجه وليت نصبح عيانه وما تنقدرش نمشي للمعهد. قلتها للوالديه وطبيعه الحال ما تعطلوش، في نفس النهار جاو عندي خداوني للطبيب اللي قال لهم عندها مشكل ديال القلب تيضرب ليها بسرعه، خصها تاخذ واحد العلاج وغتولي بخير. ولكن مع الاسف واخا خديت العلاج وماما بقات جالسه معايا ما كاين حتى تحسن، بالعكس حالتي غدا وكتأزم. خداتني ماما ورجعنا لأكادير حيت ما بقيتش كنعس، وبدا شعري تيطيح وحتى حجباني ورموشي، وبداو تينوضوا فيا شي بقع دائريه في ذاتي. عاودوا خداوني لطبيب اخر في مدينه اكادير وشخص الحاله ديالي على اساس انني كليت شي حاجه مسمومه وخصني الدواء وخصني. المهم خديت عاوتاني العلاج، ولكن مع الاسف والو، عاد ما كتزيد الحاله ديالي تأزم نهار على نهار. من بعد ما بقيتش تنوقف حتى على رجليا، زحفت. هنا والديا ما خلاو حتى طبيب، ما داوني عنده والو، حالتي غادا وتتأزم. صافي تنحس بحياتي مشات، وليت تنتمنى الموت. حياتي كلها ولات عذاب، لا نعاس لا ماكله لا احساس. المهم جثه جامده تطلع فيها النفس وتتنزل. والديا مساكن بغاو يحماقوا، تيشوفوا بنتهم الوحيده اللي كانت آية في الجمال وكانت متفوقه في دراستها، ويلا بدات ترسم مسار حياتها وغاديه فيه مزيان، حتى تيوقع لها هذا الشيء، تيشوفوها ميته قدامهم. المهم ما خلاو بيا حتى طبيب، جميع التخصصات شافوهم، حتى كتجي عندنا واحد الجاره وقالت لماما راه خصك تشوفي لها شي راقي، هادشي راه ماشي ديال الطبيب، بنتك راه بها شي حاجه، راه عندها شي مس ولا شي سحر ولا شي حاجه اللي داير لها هاد الحاله. طبيعه الحال والديا في البلاصه غيهزوني حيت نعتو ليهم واحد الراقي في مدينه تيزنيت، داروني في الطوموبيل وداوني. مجرد ما كنسمع داك القران والرقيه ما بقيتش نتحمل، طحت غيبت وتيرجعوني عنده كل 3 ايام، تيعاودوا يرجعوني عنده والو، حالتي غير ما تزيد تسوء. الفقيه ديال الجامع ونصح بابا بواحد الراقي كاين في مدينه المحمديه، وقال ليه راه انسان متمكن وشيخ فاضل.
طبيعة الحال ديك الليلة بابا غيشد الطريق وغيمشي للمحمدية باش رغب هاد الراقي هذا وطلبو باش يجي معاه الأكادير، حيت انا مستحيل نقدر مازال نديبلاصا ولا نتحمل معاناة السفر من أكادير حتى المحمدية. كان هاد الانسان من بعد ما حكى ليه المعاناة ديالي والمشكل اللي عندي حن قلبه وجا معاه وجلس معانا مسكين اسبوع وهو معانا في الدار. النهار الاول كان رقاني، ما كان وقع ليا والو، ما تجاوبتش مع الرقيه. كذلك النهار الثاني واخا ما تجاوبتش مع الرقيه ولكن تزيرت، حتى النهار الثالث اللي غيرقيني من مورا الفجر، النهار اللي بديت نتكلم وتنغوت. هنا بدا كيستنطقني وبديت نتكلم بصوت مرة كبيرة، مع العلم ان الصوت ما كانش بقى عندي، ما كنتش كنتكلم من قبل، ما كنتش كنقدر نحل حتى فمي. هنا سولها وقال ليها شكون سلطك على هاد البنت؟ قالت ليه انا جنيه موكله بالسحر اللي دار لهاد البنت. بقى كيسولها وشكون وكلك على هاد السحر؟ انا هادشي كامل ما حاساش به وما عقل على حتى شي حاجه من هادشي، يعني انا كنت مغيبه وهادشي اللي هضر وتكلم ماشي انا. من بعد ما زيرها بالرقيه وكيرشها بالماء ديال القران غتعترف وغتقول ليه باللي السحر دارتو ليها ماما صاحبتها، وانها راه واخده ليها حوايجها وشعرها وضفارها ودفناهم ليها في شي مقبره منسيه، وانا اللي موكله باش نحرس هاد السحر. غنرجع بكم نهار الحفله اللي كانت عندنا في الليسي، اللي داروا لنا في الليسي. نهار الحفله قالت لي ماما ايمان جي عندي للصالون نقاد لكم شعركم انتي وايمان، عاد تمشيو. داكشي اللي درنا، مشينا الصباح قادت لي شعري، صوبت لي لاكوب وصوبت لي ضفاري كنا فرحانين براسنا عادي. يعني اي بنت غتمشي للصالون ما عمرها غتخيل ان السحر غادي يوقع لها في الصالون. المهم الحمد لله بقيت متبعه مع هذا الشيخ، وليت تنمشي عنده لمدينه المحمديه كيدير لي الرقيه، والحمد لله ولات صحتي تتحسن شويه بشويه، واخا ما رجعتش كيف الاول، ولكن على اين تنحمد ربي وتنشكرو انني وليت قادره نوقف على رجليا اللي ما كنتش تنقدر نوقف عليهم، وليت تنعس مرتاحه، تناكل وتنحس بطعم الماكله. من بعد عام بابا خد التقاعد النسبي ديالو وباع الدار اللي كنا ساكنين فيها في مدينه اكادير ورحلنا لكازا. وانا دابا الحمد لله تندير السنه الرابعه ديالي في الطب. غتسولوني على ديك صاحبتي امها عمرني سولت عليهم ولا قلبت عليهم ولا شفتهم ولا حتى فكرت انني نعاتبهم، خليتهم الله سبحانه وتعالى هو غيتولاهم. كما ضيعوا لي عام من عمري وهلكوني وخربوا لي حياتي، ولكن تنقول الحمد لله ربي كبير اللي قدرت نتجاوز هاد المحنه
لا انا لا والديا. وبالنسبه للشيخ اللي تيدير ليا الرقيه ولا واحد من العائله، وضروري خصنا نزوروه مره. وقت ما تحت لنا الفرصه كنمشيو نزوروه هو والعائله ديالو. كانت هذه قصتي اللي بغيتكم تاخدوها عبره، والنصيحه ديالي لكل بنت او ولد عمرو يثيق ولا يامن لتا واحد في هاد الدنيا من غير والديك، حيت في هاد الحياه كما كاينين الناس يخافوا الله وتيتقوا وتلقاهم ما يقدروش يأذيو اضعف خلق الله، حشره ما يقتلوهاش. كاينين الناس خبات، كاينين الناس غاسلين يديهم من رحمه الله ويقدروا يأذيوك بأبشع الطرق اللي ما تطيحش لك على البال وعلى امور تافهه.